دي من شكوى أمهات كتيرة بتيجي تقول إنه أنا باحس إن مش أنا اللي باتكلم، أنا باحس إن أنا مامتي هي اللي بتتكلم، بالذات بقى لمّا الولاد يبقوا معصبينّي، مضايقينّي، متأخرين، متلكعين، بابقى واخدة قرار إن أنا هاتصرف بالشكل الفلاني، تمام، أنا سمعت كذا فأنا هاعمله، بس فجأة باحس إن مش أنا اللي باتكلم، أنا مامتي هي اللي بتتكلم، وفجأة ممكن ييجي موقف تاني صغير أوي بعد ما يعدّي، وابقى طبعًا أنا بقى خلاص كسرت الدنيا وزعقت وبهدلت الدنيا، وحقي طبعًا لإن الولاد كلنا عارفين إن هُم مستفزين، بس الفكرة إن لمّا الموقف بيعدّي باحس بعد كده إنه هو أنا ليه عملت كده؟ يعني أنا كبرت الموضوع برضه أوي، أنا حاسة إن أنا ولا مشحونة ولا أنا متعصبة ولا أنا مكتئبة ولا أنا مالي، تبدأ بقى نحس بالذنب والتقصير والكلام ده كله، فخلّيني أقول لِك إنه اللي بيحصل ده من اندفاع، من عصبية، من حاجة over أنتِ شايفاها على الموقف اللي حصل، خلّيني أقول لِك إنها مش دايمًا بتبقى هرمونات، مش لازم تكوني دايمًا مكتئبة أو فيكِ حاجة نفسية علشان الversion دي تطلع، لأ الversion دي ممكن تكون بتطلع لإن الموقف اللي قدامِك بغض النظر عن هويته، ممكن يكون حرّك جواكِ حاجة ساكتة ما لهاش صوت خالص، بس هي موجودة وهي أصلًا قُص الفساد كلّه، هي اللي معاها remote control أعصابِك، الحاجة دي اسمها الطفل الداخلي، إيه هو الطفل الداخلي؟ الطفل الداخلي ده اللي هو أنا مروة وأنا baby صغيرة عندي 7، 8 سنين كده، أو أي حد في الدنيا عنده الطفل الداخلي ده عايش جواه ساكت، قال يعني مش موجود لكن هو موجود، كل حاجة الطفل الداخلي دي أو الطفل الحقيقي عاشها وهو صغير، زعل جامد، اتضايق جامد، اتحرج جامد، وما اتلمّش على الموضوع أوي، فسابت عنده جرح مفتوح.